السلام عليكم. دي الأعراض في الفيروس المنتشر حاليًا، أعراضه بتطوّل أو في الدور المنتشر حاليًا. ببساطة لإن الدور اللي منتشر حاليًا مش دور برد تقليدي. أعراضه بتطوّل لأكتر من 3 ل4 أسابيع لعدة أسباب. أول سبب إن الحقيقة هو مش فيروس واحد اللي منتشر، لأ، في مجموعة فيروسات قوية ومتداخلة مع بعض، وفصائلها أو الstrains منها بتاعة السنة دي أقوى شوية من أي سنة. زي الراينو، الادينو فيروس، الانفلونزا فيروس، البارا انفلونزا فيروس، الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، وكمان الكورونا. كل الفيروسات دي بتعمل نفس الاعراض او اعراض متشابهه. فممكن الانسان يخف من واحد او المريض يخف من واحد يدخل في التاني عشان المناعه ضعيفه فيفكر ان هو في نفس دور البرد. لا، في مجموعه فيروسات قويه، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن الفيروسات الفصائل منها السنة دي أقوى من أي سنة قبل كده، وكلنا لاحظنا الموضوع ده، وكلنا شُفنا حتى في الشباب أو الأطفال أو كبار السن إن دور البرد بيطوّل معاهم فترة وأعراضه أقوى ومتداخلة أكتر من دور برد قبل كده، لاحظنا الموضوع ده، فالفصائل السنة دي أقوى. تالت حاجة هو ضعف المناعة والإجهاد والتوتر. المناعة مهمة جدًا، فالناس ما بتنامش كويس، الناس بتخرج للشغل أو وهي عندها أعراض برد بسيطة، فطبيعي الجسم محتاج مناعة قوية ومحتاج تركيز أقوى إن يهاجم الفيروس بحيث إن أعراضه تخلص. لكن حضرتك بتخرج من البيت وأنت عندك برد، حضرتك ما بتنامش كويس، حضرتك ما بتاكلش كويس. رابع حاجة، الناس اللي عندها أمراض مزمنة زي الجيوب الأنفية، الربو، حساسية الصدر، الأعراض هتطوّل معاها. خامس حاجة، استخدام الأدوية بشكل خاطئ، إنك بتستخدم مضاد حيوي بدون داعي، بتستخدم مسكنات بشكل غلط، بتوقّف الأدوية ولسه الفيروس أو لسه الأعراض ما راحتش بنسبة 100%، فده كله استخدام الأدوية بشكل خاطئ بيزوّد الأعراض وبيخلّيها تطوّل. خامس حاجة، إن في حاجة اسمها أعراض ما بعد التهاب الفيروس أو post viral inflammation. الأعراض دي أحيانًا الفيروس بعد ما يمشي بيسيب شوية تعب، كُحّة، همدان، تكسير في الجسم، فلازم برضه ما نخرجش طول ما الأعراض دي موجودة ونكمّل على الأدوية لحد ما الأعراض دي تختفي. كل الحاجات دي بالصبر وبالعلاج الصح وبالراحة وبالنوم الكويس هتروح. لكن حضرتك هتكابر وهتخرج من البيت وأنت كده أو هتتعامل مع الموضوع إن هو دور برد عادي، بصراحة يبقى أنت اللي بتأذي نفسك. كل الأعراض دي بسيطة وسهل جدًا نعالجها في البيت. إمتى محتاج تكشف، ده اللي مهم جدًا، إن الحرارة ما بتنزلش بعد 5 أيام رغم استخدام مسكن وخافض حرارة بشكل كويس. في كُحّة شديدة والكُحّة بتطلّع بلغم لونه أخضر، في ضيق في النَفَس، في نهجان، في سرعة في النَفَس، في تكسير عام في الجسم لدرجة إنك مش قادر تقوم من السرير خالص ولا بتتحرك. كل الأعراض دي ساعتها لازم فعلًا تكشف سواء عند دكتور أو في مستشفى، تستدعى الأمر، وربنا يحفظكم جميعًا.